واش لا فامي اليوم في هذا الفيديو غادي ندويو على زياش الحمد لله. صراحه الماتش ديال البارح دا ستوب الدراري. بالنسبه للماتش ودي كيف ما كتعرفوا ما خصكش تبين التشكيله الرسميه. هاد اللقطه بالضبط هاد الدراري النصيري تصدم تيتسنى ان زياش يباسي ليه، ولكن زياش راه كيشوف التيران كامل، شاف الكارديان دخل شحال من مره وكيتسنى الفرصه انه توصل الكره، لكن عنده واحد اليسريه الدراري ما نكذبوش صراحه طوب. كيحطها لك فين ما بغيتي. هاد البيت الدراري كيبقى في التاريخ صراحة، بيت عالمي. ندوزو للاسيستات الاخرين اللي عطا زياش. بالنسبة لهاد الاسيست الاولاني عندك هاد جوج لعابة ما بغاوش يضغطوا على زياش، يعني عنده اختيار اكثر من اختيار، ولكن فضل انه يحط اسيست من ذهب للنصيري، ولكن النصيري لحسن الحظ ما ماركاش البيت. نتمنوا ان في المونديال ما يضيعش النصيري ولا نصف فرصه. بالمناسبه النصيري كنشوفو على حمد الله مزيان شويه من واحد الناحيه، انه كيضغط بزاف، ولكن في المونديال نتمنوا ان حمد الله حتى هو يضغط بزاف، واخا عنده اللمسه على النصيري في الرجل ما نكذبوش، الكره اللي جات الحمد لله ما يضيعهاش. اسيست الثاني ديال زياش هو هذا الدراري، اسيست من ذهب حتى هو. زياش ما كيساليش من الاسيستات، ديما اسيست مورا اسيست، في كل ماتش تلقى عنده شحال من اسيست. زياش ما نكذبوش لاعب موهوب. في هذه اللقطه بغى يغير الاتجاه ديال الكره، لحقاش اللعابه ديال جورجيا بحال ضاغطين لهاد الجهه ديالو، بوفال كان بوحدو لهي. يعني زياش من هاد الناحيه ذكي، هو كيشوف التيران كامل. زياش عنده واحد لافونتاج زوين، هو انه كيعطيك باس فين ما كنتي. اي لاعب كيتفاهم معاه، يعني منفهم مع اي لاعب، وبالضبط حكيمي اللي حداه ويقدر يهز لك كره البوفال كيف ما شفنا في الفيديو. ولكن واحد اللعيبه بغيت ندوي عليها ديال حمد الله وديال عطيه الله وفوفال. في هذه اللقطه عطيه الله عنده احتمال انه يعطي الحمد الله، ما نكتبوش احتمال هو اللي غيجيب لنا داك البيت، ولكن فضل ان لا بوسيبيليتي سونطري لسايس واكر. سايس شادينو جوج، اكرات شادينو جوج. هاد اللقطة كون عطاو البوفال ولا حمد الله، بالضبط حمد الله هو الأقرب لهاد، قدر يحط نبيض. ولكن معليش هاد اللقطة ما بغيناش تكرر في المونديال، عادي أنها دار في ودي ماشي مشكل. نتمنى أن الفيديو عجبكم، دمتم ودمنا في رعاية الله.